أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج الدلو. النهاردة يا برج الدلو هنتكلم عن توقعات شهر نوفمبر لعام 2023. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لرجال وسيدات برج الدلو، وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو عجبك الفيديو يا برج الدلو ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعل زر الجرس وتدوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. مبدئيا يا برج الدلو، هذا الشهر يعتبر بيقدم لك فرص على طبق من ذهب. فرص ممتازة يا برج الدلو، فرص بالنسبة لحياتك العاطفية، بالنسبة لحياتك العملية، وبالنسبة لحياتك حتى الاجتماعية. برج الدلو، في خبر صار بانتظارك، وحياتك هترتفع وتعلى في هذا الشهر، ويؤثر معك هذا الشهر إلى نهاية العام. ايه الحكاية يا برج الدلو؟ خليك معايا لنهاية الفيديو علشان تعرف ايه التبشيرات وايه التحذيرات وايه طاقتك العامة في هذا الشهر. اولا يا برج الدلو، في مال في الطريق اليك، وترقية في مجال عملك، وعلاقتك العاطفية سواء على مستوى الأسرة او خارجها هي هتكون في تحسن مستمر. برج الدلو، ان الحب الحقيقي والصادق في حياتك تمسك به، واحترم مشاعر من يحبك. في نجاح كبير وتقدم ملحوظ، ولا خوف من الفشل طالما يفرض نفسه ويؤكد مجهوداتك. والحب عاطفة سامية تعتمد على التفاهم وتقارب الأفكار والطباع، وليس الحب كما تعتقد. برج الدلو أيضا، السفر ليس في صالحك. كن دبلوماسيا مع من هم أكبر منك سنا في مجالك العملي. كمان يا برج الدلو، أنت على وعد مع الهدوء في علاقتك العاطفية، ولكنك قلقا نوعا ما ومتشوقا للتحلي بحريتك من التصرف، ولكن هذا الوقت قد يؤدي إلى بعض من الغموض، فلا تتسرع في المشاكل أو في أي شيء يا برج الدلو. لا تحاول أن تهرب من مسؤولياتك كلما صادفتك بعض العراقيل. كن جريء وكن قادر على التحدي، فسوف تأتيك أخبار سارة. فالنجاح متوقف على قدراتك على التركيز. استمر في العمل، واستمر في بداية نجاحك، واستمر أيضا إذا كنت فاتح مشروع جديد. استمر، فالصبر مع الاستمرار هيؤدي بك في النهاية إلى النجاح بقوة. برج الدلو، شعورك بالذنب اتجاه الماضي سوف يهدد حياتك العاطفية. اترك الماضي ومشاكله وابدأ بابتسامة مشرقة لإعادة الأمل لحياتك مرة أخرى. لا داعي للشك أو الغيرة لأنهما مدمران. لا تنتظر مساعدة من أحد في هذا الشهر، ولا تحاول طلبها من أقرب الأقربين إليك، حتى لا تأتي بأنك أنت تكون عندك كسفة منهم، بمعنى صح يا برج الدلو. يعني هتتكسف إذا طلبت المحاولة أو المساعدة من أقرب الأقربين إليك. فعشان ما تتكسفش يا برج الدلو، دايما اعتمد على نفسك، واعتمد على قوتك وذكائك في العمل أو في أي شيء. بلاش تطلب منها في هذا الشهر أي مساعدات، لأن من حولك عندهم مزاج متقلب. كمان أرباحك المادية لا تصرفها كلها يا برج الدلو، بل فكر بالمستقبل، وركز تفكيرك واهتمامك على العمل وعلى حياتك العاطفية، وتخلى عن سطحيات الأمور، وأدر ظهرك للأمور التي تحاك حولك. عليك أيضا يا برج الدلو أن توسع دائرة علاقتك الاجتماعية، وأدر ظهرك للأقاويل التي تحاك حولك، وتحصل على مكاسب مادية وأدبية في هذا الشهر. إنه شهر عسل وفترة أحلام. وأيضا اهتم بالطرف الآخر لأنه يحبك ويقدرك، وهو دائما في حاجة إلى عطفك وحنانك يا برج الدلو. أنا مش هطول عليك يا برج الدلو، ولكن هي فترة في هذا الشهر مليئة بالمفاجآت السارة ليك، سواء في العمل
كترقية أو حصولك على مال، أو في حياتك العاطفية حصولك على الحب الحقيقي، أو مصالحتك مع الحبيب والرجوع إليه إذا كنتوا بعاد عن بعض أو منفصلين أو في اختلافات بينكم. هي فترة جميلة جدا جدا، شهر مملوء بأشياء سارة بالنسبة ليك. كمان في هذا الشهر يا برج الدلو هتتخذ خطوات وقرارات واضحة بدون تردد، وتنفرد في اختيار أصدقائك دون الرجوع إلى أحد. وأيضا هيكون عندك شعور بثقة كبيرة في النفس. وأخيرا يبارك الفلك العشاق من مواليد هذا الشهر، لأنهم هيكون عندهم صدق وراحة نفسية. برج الدلو، أنا مش هطول عليك، لكن لو عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء.